السلام عليكم، الله يعطيكم العافية، منورين مشعشعين طبعا من مزرعة الغالي. متزعلش مني يا غالي. طلعوا الإبداع، طلعوا الأصول. يعني لما تحكي النظافة، لما تحكي الأعلاف الصح، فيديو بدناش نطول فيه عليكم. بيعزل العلف اللي مخربط عن العلف الصحيح. هسا راح تشوفوا كيف طريقة عزل العلف الصحيحة. هاي العلف وبنحط علف جديد، شايفين؟ والعلف هذا بتغربل منه الصافي والباقي بروح على المطافي. طلعوا ما شاء الله تبارك الرحمن، طلعوا ما شاء الله تبارك الرحمن من مزرعة أخونا الغالي الصغر وحسن الغالي. طلعوا البلابل ما شاء الله، طلعوا بلابل عراقيات البذرة الأصلية بس عند أخونا أبو حسن، بس البذرة الأصلية. يعني لا تقول لي بلابل بلديات ولا بلابل مش بلديات، هاي البلابل العراقية الأصيلة. خلينا نقرب عليهم شوي بس على السريع. شايفين هاي؟ خلني أضوي فلاش عشان للي ما شاف يشوف. شايفين هاي؟ هاي هذول، وهي كناري واحد ما شاء الله، وهي طيرة. طبعا بدنا طواير يا اخوان، اللي عنده طواير يبعث لنا. وهي هذا ما شاء الله تبارك الرحمن. طلع خذ بلابل على الأول طبعا. وهي هذا، وهي هذول بنغير عليهم الأعلاف. وهي الأبيض بدنا له طيرة إن شاء الله لنجيب. هذا طيرة ولا فحل؟ فعول. واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة، واللي غاد تقريبا فعول. وهاي طيرة بس. وجوز الحب. وطبعا بشرى صار يا إخوان الجوز اللي جوزناه هنا في تحتيه بيض. الحمد لله الحمد لله. المخملية طيرة الغالي المعلم اللي هو أنا تعت، وفحل أخونا الغالي. طبعا هون بنعرفش إذا الطيرة بايضة أو لا، بس لفت عش ما شاء الله على الأول وفوق، أو كانت لافة على الأرض فوق بعدين ردت لفت فوق. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شاء الله. وكان طلع ما شاء الله، يعني أصوله ثقل لأخونا الغالي. الله يطرح البركة وصلوا على النبي وقولوا ما شاء الله يا إخوان. الله يبارك له. هاي فرخه، طلعوا ما شاء الله تبارك الرحمن. فراخ يعني أقول لك ما شاء الله، مزبن، صحة، نظافة. طلعوا نظافة الأقفاص ما شاء الله. هاي الطيرة، وهي الفحل الثاني، وهي البلابل. وحبينا نوريكم هاي الحب، الحب للحب. نطفي الإضاءة نشوف كيف. هاي الحب، شايفينه يا غوالي. طيرة وفحل نستناهم يجهزوا الكوخ. طلعوا الكوخ، طلعوا يا إخوان الثقل وعشان البرد. طلعوا يعني الخشب كمان عشان مضرب الهواء. وهاي الطواير طيرة فوق، مخمليات. وهاي الفحل هذا والفحل هذا والفحل هذا. تجديد الآلاف والمشارب. ومحمد تنساش تحط له هذا علف مية. وهي هذا، وهذا ما عنده مي، وهذا يعني أصول. وإن شاء الله استنونا، واللي عنده طواير يا إخواني يبعث لنا إن شاء الله. استنونا بفيديوهات جديدة زي ما قلنا لكم. غاد فيك فاصل لازم تتعبى إن شاء الله. خليكم معانا وبنلتقي عشان نرتقي. تحياتنا لكم، وراح نحط لكم رابط صفحة راعي الصيد الأولى اللي هي أول قناة بلشنا فيها بالوصف أو بالتعليقات. وهي الأبيض اللي فوق، بس الأبيض هي طلعوا ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الرحمن. وكان والبلابل العراقية يا إخوان بس عند أخونا أبو حسن، بس من مزرعة أخونا أبو حسن. بلابل العراقية البذرة الأصلية مش الاستيراد، البذرة الأصلية. كل الاحترام والثقل لجميع الغوالي، والله يعطيكم العافية. ونشوفكم إن شاء الله على خير. نظرة سريعة على آخر العصافير والإنتاج والمعالف، تجديد المعالف. طبعا العلف اللي بنستخدمه هاي العلف بذر كتان، بذر شوك، وبريق. وفي هاي السودا بس مش عارف شو هي.
على ما اعتقد. هاي شايفينه؟ هاي بذرة، هاي خلطة الشتاء طبعا. هاي واحد، وهي هاي البلابل بالضبط. بلابل ما اعطينا لهم قبل شوي صوت اشي من الاخر. خليكم معنا وانتظرونا بفيديوهات جميلة ورائعة مثلكم يا اخوان، والله يعطيكم العافية. يا اخوان والتمر ضروري للبلابل. طلعوا يا اخوان الذوق، طلعوا الذوق، طلعوا. شوفوا لنا هالعلبة ما اجملها، علبة للبلابل عشان التمرات. بس هاي الشغلات بتوفر عند مزرعة اخونا الزغل وحسن غالي. تنقيراتك يا اصلك، تمراتك يا قصة. طبعا هاي النظافة، طلعوا النظافة. بس حطينا لهم خل ومش خل وعلف مركز. هاي العلف، وهاي الأغراض، هاي التمرات. اخوان طلعوا ما شاء الله تبارك الرحمن تمر. طلعوا هاي كيف، وجرجير وعلاف. تكبش العلف ولا، ومشربيتين. والله دلال بنت ابو عصام اللي بباب الحاره. الله حكي ما شافوه بالحياة البرية. والله بالحياه البريه ما شافوه. لا والله، لا وحياة الله يا عمو. طلعوا الثقل بس عند الزقل. خليكم معنا ما شاء الله تبارك الرحمن. وهي البسكوتي، يعني هو مش بسكوتي بس بسكوتي، يعني زي البسكوت شكله. هاي لونه شايفينه؟ طلعوا ما شاء الله. طبشة راس فحل بغني زي النار، ما شاء الله ما شاء الله. ايوه ما شاء الله تبارك الرحمن. صلوا على النبي واذكروا الله. والله يبارك لاخونا وحبيبنا محمد الغالي ابو حسن الصغل. طلعوا ما شاء الله، لون روعة. طبعا هاي الثاني اللي نفس هذاك يا اخوان. طبعا حبينا ننزل، قلت يعطيكم العافية بس حبيت انزل عصافير اوريكم اياهم. شايفينهم؟ طلعوا ما شاء الله لون، بعدين على نفس لون القفص، برتقالي. طبعا هذا موشح، مش موشح، مش ايزابل. وهي هذا فحل كشف جديد. هاي اخو الطير اللي فوق كشف جديد. وهي الابيض غالينا، المشربية حمراء والمعلفية حمراء يا غالي. وهي القفص احمر كمان. هي ما شاء الله تبارك الرحمن. وكان ان شاء الله راح نجيب له طيرة. ما شاء الله. ايوه الطير لما يشوف حاله عالي بفكر انه ايش، انه مالك الكون. وهذا بده غيار مي. هذا هسه صورناه ولا لا؟ طلع ما شاء الله تبارك الرحمن. مشي بذرة الثانية. صلاتك يا محمد، صلاتك يا محمد. طبعا انا بلاش يوقع القفص. كيف كنت معلقه؟ هيك. ايوه شايفينه؟ حماد هذا هيك معلق صح؟ عشان قفص كان. لا خلص بس خلص. طبعا دواء فاش على الأول. يعني أقول لك طبعا أفضل إشي إذا أنت ما يعني، خلنا نحكي مش قدرتك تشتري دواء، أو أنت مش حابب تجيب دواء، أو إنه خايف تجيب دواء، حسب كل واحد. هاي شايفين؟ طلعوا ما شاء الله. شمس وحريق، تبعدوا عن الشجر لأنه قوي كثير. خل وثومة يا إخوان، خل وثومة، خل طبيعي يكون 100%. هاي الأبيض وثومة، وصلتكم؟ ثومة خلوها بالخل تقريبا 24 ساعة، حسب ما انتم بدكم، حسب ما انتم. بس أضمن إشي عشان تكون فتاكة قوية جدا. ثومة وخل 24 ساعة تخلوهم، أو ثومة لحالها أو خل لحالها بنفس العلبة. وخليه يتخمر ورش
وشوفوا يا اخوان كيف، بس بدك تدير بالك. بدنا نعلق العصافير. التمر يا اخوان، التمر هينا علقنا هذا التمر فوق هذا. جنبه. هاي هذا خليني اعلقه بس. شايفين؟ يعني مش مخليين عليكم شيء، دعمكم اهم شيء، زعلوش منا. محمد هاي هذا تاع قبل شوي يا اخوان، بنحب نحن اللي تحت حطيت له اللي كشف جديد فحل. هسه باخذه بنعلقه. هنا فيديوهات جديدة ان شاء الله عن الانتاج وتزاوج الفحول والطواير يا غوالي. شو هيك مايل القفص هيك، بس نزله كثير لتحت. هو عشان المسمار. يعطيكم العافية. طبعا ونهايتها مسك، ختامها مسك. من أقفص من أصغر، قال من أقفص، من أصغر الأقفاص بالعالم، ومن أجمل الأقفاص، ومن أندر الأقفاص، ومن أغلى الأقفاص بالعالم. طلعوا ما شاء الله أقفاص تايلاندية الطلب. طلعوا ما شاء الله، يعني أقول لكم يعني أقفاص على الأول. طلعوا بين حجمه وحجم هذا، طلعوا حجمه، هي حجمه، هي حجمه، هي شايفينه، هي معلف واحد، هاي المعلفين. يعني قفص اشي فخم ومرتب على المكتب. طلع ما شاء الله ما شاء الله. طلعوا الجرار ما أجمله. والله يعطيكم العافية. ومن هنا نلتقي لنرتقي، وأندر شغلة عنا يا غالي، وسلامتك.